بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أول درس في مادة الجغرافيا، هو درس بعنوان الموقع والمساحة. وطننا العربي، الموقع والمساحة. هنخش على طول في الدرس. الوطن العربي، كلنا طبعا عارفين الوطن العربي، كلنا عايشين في مصر، ومصر هي جزء من الوطن العربي. طيب الوطن العربي دوت في عدة عوامل مشتركة ما بين بلدان الوطن العربي. هلاقي إن في عندي اللغة والعادات والتقاليد. اللغة والعادات والتقاليد والاصل. العادات واللغه والتقاليد والاصل. إيه دي دي الاشياء اللي بتربط ما بين دول الوطن العربي. طيب دول الوطن العربي عددهم كام؟ هلاقي ان عدد دول الوطن العربي 22 دوله، زي ما انتم شايفين قدامكم 22 دوله بيتوزعوا على قارتي اسيا وافريقيا. قارتي ايه؟ اسيا وافريقيا. طيب مساحه الوطن العربي كام؟ 13 بنحفظها كده، 13 مليون و16 ألف كيلو متر، أو 13 مليون 164 إيه كيلو متر. طيب الوطن العربي له أهمية. رقم واحد، ايه هي الأهمية الحضارية للوطن العربي؟ أو ممكن يجي يقول لي سؤال بما تفسر الوطن العربي أهمية حضارية كبيرة، فهقول حيث قامت على أرضه العديد من الحضارات القوية والعريقة، زي الحضارة المصرية وحضارة بلاد الايه الرافدين. الحضارة المصرية اللي هي الحضارة الفرعونية، أما حضارة بلاد الرافدين دي موجودة في العراق. طيب بما تفسر الأهمية الدينية، ايه هي الأهمية الدينية للوطن العربي؟ هقول حيث اختص الله سبحانه وتعالى الوطن العربي ليكون مهدا للديانات السماوية الثلاث. ايه هي الديانات السماوية الثلاث؟ اليهودية والمسيحية والإسلام. اليهودية والمسيحية والإسلام، كل الديانات دي نزلت على أرض الوطن العربي. طيب ما هي الأهمية؟ أهمية أو الأهمية المكانية. الأهمية المكانية هلاقيه هقول لأن أو حيث أن دول الوطن العربي يجمعها لغة واحدة وتاريخ مشترك. طيب أنا عايز أتعرف دلوقتي على موقع الوطن العربي بالنسبة للعالم. هلاقي إن الوطن العربي زي ما أنتم شايفين قدامكم، نحفظها ونركز عشان دي بتيجي في الامتحان. أهمية أو ما هو الموقع الفلكي؟ احنا عارفين قبل كده يعني كلمة موقع فلكي. الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب بالنسبة للموقع الفلكي، يمتد الوطن العربي بين دائرتي ايه وايه؟ هلاقي دائرتي عرض 2 جنوبا و37.5 شمالا. 2 جنوبا و37.5 شمالا، يعني هنجمعهم مع بعض نلاقيهم حوالي 39 دائرة عرض. كل الدول دي متجاورة ما عدا دولة واحدة بس بتقع خارج هذا النطاق، وهي دولة جزر القمر. جزر القمر، محدش يقول جزر القمر عشان ما يزعلش منه. حيث تقع دولة جزر القمر عند دائرة عرض 12 جنوبا. طيب وبين خطي طول 17 غربا و60 شرقا. بين خطي طول 17 غربا و60 شرقا. طيب هقولهم كمان مرة. يمتد الوطن العربي بين خطي طول 2 جنوبا و37.5 ايه شمالا. برافو عليكم. وبين خطي طول 17 غربا و60 شرقا. طيب بالنسبة للموقع الجغرافي، بما ان عندي موقع جغرافي لازم يكون عندي خريطة. خريطة الوطن العربي زي ما انتم شايفينها قدامكم، دي خريطة الوطن العربي. هلاقي ان الوطن العربي يحده من الشمال، يعني فوق، البحر المتوسط وجبال طوروس. البحر المتوسط وجبال، هنا سلسلة جبال فوق هنا اسمها جبال طوروس. خلاص ركز معايا، من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس. اما من الجنوب هلاقي في عندي الصحراء الكبرى، بشاور عليها بالسهم اهي، الصحراء الكبرى وبحر العرب. الصحراء الكبرى وبحر الايه العرب. طب من الشرق في هنا المحيط، برافو عليكم، المحيط الاطلنطي. اما من الغرب هلاقي فيه، ركز معايا بقى، في سلسله جبال كردستان وسلسله جبال زاجروس. جبال كردستان وجبال زاجروس. في حاجه تانية، الخليج العربي وخليج عمان. الخليج العربي وخليج عمان وجبال كردستان وجبال زاجروس. خلاص كده سهله، هنقولهم كمان مره. الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس. من الجنوب الصحراء الكبرى او صحراء افريقيا والبحر العرب. من الغرب المحيط الاطلنطي. اما من الغرب او من الشرق سوري، هلاقي جبال كردستان وجبال زاجروس والخليج العربي وخليج عمان. دي خريطة الوطن العربي. زي انتم ملاحظين كده ان في الركن تحت في عندي جزر القمر، لانها طبعا خارج النطاق ده كله، خارج النطاق، هي بعيدة، هنعرف مكانها فين دلوقتي. طيب ده بالنسبة للموقع الوطن العربي. يمر الوطن العربي طبعا على دائرة عرض رئيسية، وهي مدار السرطان في الشمال وخط الاستواء في الجنوب. ويمر خط طول رئيسي وهو خط جرينتش في الغرب. لو لاحظت شكل الخريطة اللي لسه جايبينها من شوية، هلاقي ان الدول العربية كلها تمتلك سواحل بحرية
كما أن حدوده كلها حدود طبيعية من كل الجهات. كل حدود طبيعية، هي الحدود الطبيعية هي التي من صنع ربنا سبحانه وتعالى، ولم يخلق الإنسان أو لم يصنع الإنسان. حاجة مهمة، ما النتائج المترتبة على أن الوطن العربي تحيط به من كل الجهات حدود طبيعية؟ ودي جت في امتحان 2014. ما النتائج المترتبة على أن الوطن العربي تحيط به من كل الجهات حدود طبيعية؟ رقم واحد، ساعدت على احتفاظه بشخصيته المستقلة. سين كمان مرة سين بما تفسر الحدود الطبيعية للوطن العربي ساعدت على الاحتفاظ بشخصيته المستقلة. عكس السؤال اللي فات، هقول لأن تلك الحدود ساعدت على استقراره وأدت إلى قلة مشكلاته مع الدول المجاورة وندرة تسرب العناصر الغير عربية داخل الحدود العربية. لو هنلاحظ هنلاقي ان لا يفصل بين الوطن العربي الا جبال عالية او بحار. كل الحدود الوطن العربي يا اما جبال يا اما بحار، معظم يعني. طيب ملاحظة كمان، عدد دول الوطن العربي كنا قلناهم في اول الدرس 22 دولة. 22 دولة. طب ما السبب في تقسيم دول الوطن العربي ل 22 دولة؟ هقول بسبب الاستعمار. 12 دولة في آسيا و10 دول في أفريقيا. 12 دولة في آسيا و10 دول في أفريقيا. خلاص. طيب أكبر الدول مساحة طبعا دولة الجزائر، كانت السودان في الأول فهنلغيها كده ونكتب الجزائر، لأن طبعا احنا عارفين السودان تقسمت الجزائر. خلاص. تمام. طيب نيجي بقى على الأهمية الحضارية والدينية والاقتصادية والاستراتيجية للوطن العربي. ما هي الأهمية الحضارية والدينية للوطن العربي؟ هو قامت على أرضه أقدم الحضارات زي ما احنا قلنا، ونزلت على أرضه الديانات السماوية الثلاث، وساعد موقعه المتوسط على نشر الأديان السماوية في العالم. وجود أماكن مقدسة زي الكعبة المشرفة وبيت المقدس وكنيسة القيامة. بيت المقدس وكنيسة القيامة في فلسطين، والكعبة المشرفة طبعا في السعودية في مكة. ده المربع اللي قدامكم دوت ملخص الدرس كله، نحفظه كويس ونركز. طيب ما هي الأهمية الاقتصادية؟ طبعا بما ان الوطن العربي يتوسط قارات العالم، اهو زي ما انتم شايفين الوطن العربي فين؟ هناك اهو، دي الكرة الأرضية، اتلخبطت الكرة الأرضية، ادي الكرة الأرضية، ننزل عليها كده نزوم هلاقي ان هي بصوا وسط القارات. دوت دول الوطن العربي زي ما انتم شايفين قدامكم كده، دول الوطن العربي تتوسط قارات العالم. ايه النتائج المترتبة على كده؟ طبعا هقول التحكم في طرق التجارة العالمية، حيث تتوسط قارات العالم القديم ويشرف على 3 بحار هامة في التجارة. ايه هي البحار الهامة دي؟ هلاقي في عندي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وفي عندي هنا الخليج العربي. خلاص، البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي. طيب حلوة الخريطة دي. طيب طبعا مما ادى طبعا الأهمية الاقتصادية تاني، تنوع موارد الاقتصادية ووجود البترول على الأرض وتحكمه في 4 ممرات مائية. ايه هي 4 الممرات المائية دي بقى؟ نقطة مهمة جدا وركز لي معاها. ال4 ممرات المهمة التي تتحكم فيه دول الوطن العربي، نركز كده مع بعض. هلاقي فيه هنا مضيق اسمه مضيق جبل طارق، يعني بيتحكم فيه من الجنوب دولة عربية وهي المغرب، ودولة غير عربية وهي اسبانيا. خلاص، مضيق جبل طارق حفظنا اسمه، مضيق جبل طارق بيربط ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. طيب ايه تاني؟ في عندي هنا مضيق اسمه مضيق باب المندب بيربط ما بين خليج عدن والبحر الأحمر. بيتحكم فيه، هو عربي بالكامل، حيث يتحكم فيه صنعاء وجيبوتي، دولة اليمن ودولة جيبوتي. طيب ايه هو المضيق رقم 3؟ في مضيق هنا اسمه مضيق هرمز بتتحكم فيه دولة عربية ودولة غير عربية. الدولة العربية هي عمان، ودولة غير عربية وهي إيران. خلاص. طيب المضيق الرابع موجود في مصر وهي قناة السويس، وهي تعتبر ممر مائي وهي قناة السويس. خلاص، يبقى في عندي مضيق جبل طارق، ممر مائي قناة السويس، مضيق باب المندب، مضيق هرمز. حفظناهم تمام. طيب نرجع بقى نشوف ما هي الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي. الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي، يعني كلمة أهمية استراتيجية هي أهمية الموقع في وقت الأزمات. هلاقي في عندي 4: الموقع المتوسط بين قارات العالم، الإشراف على البحار والخلجان، سيطرته على العديد من المضايق، أهمية المضايق وقت الحروب. وطبعا
هنعرف بعد كده المضايق دي استغليناها طبعا في التاريخ، هنعرف في دروس التاريخ ان طبعا استغلت المناطق دي في قطع امدادات البترول طبعا للعدو الصهيوني. خلاص، يبقى في عندي أهمية حضارية ودينية، أهمية اقتصادية، وأهمية استراتيجية. الأهمية الحضارية والدينية هقول الحضارات التي قامت على أرض الوطن العربي، والديانات التي نزلت على أرض الوطن العربي. الأهمية الاقتصادية هقول 5 حاجات: التحكم في طرق التجارة، الإشراف على 3 بحار، وتنوع موارد الاقتصادية، ووجود البترول، وتحكم في 4 ممرات مائية. أهم واحدة فيهم اللي هما 2 الأولانيين، التحكم في طرق التجارة ويشرف على 3 بحار. أما الأهمية الاستراتيجية هحفظ 4 حاجات: الموقع المتوسط بين قارات العالم، ودي بتتكرر تاني، الإشراف على البحار والخليجان، سيطرته على العديد من المضايق، أهمية المضايق وقت الحروب. تمام، كويس جدا. طيب، الوطن العربي أدى امتلاك الوطن العربي لتلك الأهمية التي مما أدى إلى تعرض الوطن العربي للعديد من محاولات الاستعمار للسيطرة أو الاستيلاء على نهب خيراته. خلاص، طيب دي بتيجي فيها سؤال: بما تفسر تعرض الوطن العربي للعديد من محاولات الاستعمار؟ هجاوب اقول ايه؟ للاستيلاء عليه ونهب خيراته. النتائج اللي ترتبت على كده طبعا، النتائج اللي ترتبت على الاستعمار قلناها في الاول: تقسيم الوطن العربي الى عدة دول لاضعاف قوة الوطن العربي حتى يسهل الاستيلاء عليه فيما بعد. ما النتائج المترتبة على الاستعمار؟ ادى الى تقسيم دول الوطن العربي الى دول صغيرة ضعيفة. خلاص، ما الدول التي ما زالت تعاني من الاستعمار اللي عندي دلوقتي؟ هلاقي في عندي مشكلة فلسطين، وسبتة ومليلة في المغرب، والجزر الإماراتية مشكلة بينها وبين إيران، بالإضافة إلى مشكلة السودان ودارفور. طبعا دي انتهت بتقسيم السودان أو وقع استفتاء، وانتهت المشكلة بإجراء استفتاء شعبي سنة 2011. كان نتيجة انقسام السودان، انقسم الشمال السودان عن جنوب السودان. خلاص، طيب بكده نكون انتهينا من الجزء الأول من درس النهاردة. أرجو إن انتوا تكونوا استفدتم. الأسئلة اللي احنا قلناها النهاردة دي مهمة جدا جدا جدا، جت في امتحانات قبل كده. أرجو إن انتوا تكونوا فهمتم إن شاء الله، وربنا يكرمكم وتجيبوا درجات كويسة. تابعوا الدرس، ولو عايزين تشوفوا الحصص اللي قبل كده او الحصص اللي جايه، ارجو ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب، واللي عنده اي تعليق او اي استفسار ممكن يسيب التعليق تحت الفيديو. شكرا والى اللقاء.